الاتحاد الآسيوية اشتعلت مبكرا من مؤتمر المدربين قبل المباراة. أكشن يا دوري تساءلت عن مخاوف المدربين من بداية المباراة. Tak obavu samozřejmě nesmíme dopustit to, aby مع بداية المباراة مهم كثير التركيز الكبير، ما نعطي أي فرصة للفريق الاتحاد إنهم يشكلوا أي خطورة على مرمانا أو يسجلوا هدف مع بداية المباراة. إن شاء الله نكون جاهزين للمباراة، حتى في حالة إنه صار هذا الشيء لازم نكون جاهزين للمباراة، نكمل المباراة، لازم يكون في صبر وإن شاء الله يعني. You never know the games that in the way that أنت لا تعلم الذي سيحصل غدا، ولكن نعلم أن الأهلي فرصه قليلة وهذا يعطيهم إحساس بعدم الارتياح، وبالطبع يجب علينا التسجيل مبكرا. وطرحنا تساؤلا عن الأمنيات التي يتمناها المدربين مع بداية المباراة. إن أفضل شيء إنه نستطيع نسجل مع بداية المباراة. ردا على سؤالك، يعني إنه هو يقول ما يقول إنه راح يسجل علينا هدف مع بداية المباراة، لكن يعني إنه لازم نكون مستعدين له جميع الاحتمالات، إنه نكون يعني نلعب 90 دقيقة، نكون منتبهين للمباراة، ما نعطي فرصة للاتحاد إنه يستطيع إنه يهدد مرمانا، ونكون داخلين على المباراة بتركيز تام من بداية المباراة. أعتقد لدينا فرصة كبيرة لقتل الأهلي في هذه المباراة، ولكن الفرص والأمنيات تكون دائما بتقديم مباراة جيدة. أتمنى في بداية المباراة التحكم والسيطرة على مسار اللعب في المباراة والتسجيل بالطبع. التشيكي ياروليم لم ينسى الحديث عن السفاح فيكتور. في المباراة الماضية فيكتور ممكن إنه ما قدمش الأداء اللي يعني إحنا مستنينه منه 100%، لكن قدم أداء جيد نوعا ما، يعني حضر كرتين لاعمات بالإضافة لكرة عرضية يعني لعبها إبراهيم هزاز بإيده، لكن إن شاء الله يعني منتظرين فيكتور بالمباراة القادمة إن شاء الله يعمل الأداء اللي إحنا بننتظره منه.